النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة للسجق. سجق بالبطاطس. وصفة تحفة وجميلة وسهلة وسريعة في الحر ده، مش عايزين نقف كتير في المطبخ. مع الرز الأبيض، شايفين اللون الأبيض ده؟ هنعرف ازاي عملنا رز بالطريقة الجميلة وسهل وبسيط. لأول مرة تشوفيني أنا غادة عرابي، ودي قناتي قناة ستات في مصر. أهلا بيكي. معانا طاسة على النار على طول، نستنى لما تسخن كويس جدا، نحط سمنة أو زيت. أنا هنا حطيت سمنة. معايا نص كيلو من السجق، تقدري تكتري عن كده أو تقللي المقادير في الوصفة دي براحتك خالص. هنقلب السجق كويس جدا في المادة الدهنية، زيت او سمنه. ما نكترش الزيت او السمنه، لان احنا عارفين السجق بينزل كده كده السمنه بتاعته والدهون بتاعته. بعد ما احمر معانا كده واستوى شويه، هنبدا نجيب توم وكزبره، ده اللي هيدينا الريحه بقى الحلوه جدا. هندقهم كويس جدا في الهون ونحطهم كده في الماده الدهنيه. نقلب بسرعه على طول، ونحط على طول الطماطم اللي معانا. احنا معانا طماطم مقطعينها كميه برضو اللي تعجبك، كتري الكميه بتاعه الطماطم عشان يدينا صوص حلو. مش عايزين التوم يتحرق مننا، يعني هي تقليبه واحده مع السجق يطلع الريحه بتاعته، هتشمي اجمل ريحه. وهنحط بعد كده الطماطم زي ما احنا قلنا متقطعه صغير. معانا التوابل مش هنكتر خالص، مش هنحط التوابل غير الفلفل الاسود وشويه قرفه صغيرين وجنزبيل. جربي كده القرفه مع الجنزبيل مع وصفه السجق، الريحه هتجيب اخر الشارع. مش هنحط خالص بهارات، لان احنا عارفين ان السجق كله بهارات اصلا فهو متبهر. هنحط بس طبعا هنضيف الملح، طبعا نظبط الملح بتاعنا. بعد كده هنحط دلوقتي معلقتين من الصلصة، ده هيعزز الصوص بتاعنا ويتقله شوية زي ما احنا قلنا الملح. وهنحط نص معلقة صغيرة سكر عشان طبعا الصلصة والطماطم، بس هي ما بانتش هنا في التصوير. يا دوبك بس 5 دقايق. هنبدأ بقى ان احنا نمسك السجق بالطريقة دي، سهلة جدا لتقطيعه بالمقص على طول. طب احنا ما قطعناهوش ليه الاول قبل ما نحمره؟ لان احنا لو قطعناه قبل ما نحمره هيتهري مننا، وهتبص تلاقيه كله اتهرى في قلب بعضه. لكن الطريقه دي سهله جدا وحلوه وبسيطه، ان احنا بنحمره الاول سليم. لما يتماسك كده معانا هنبدا نقطعه بالمقص، طريقه سهله جدا. معانا في كميه بقى من الفلفل، فلفل رومي وفلفل الوان. ما عندكيش فلفل الوان حطي فلفل رومي بس. برضو كميه الفلفل الكميه اللي انت عايزاها، لو ولادك بيحبوا الفلفل هتكتري الفلفل برضو. يبقى احنا كده حطينا الفلفل كله. هنقلب تقليبه، احنا مش عايزين الخضار بتاعنا يتهري. هنقلب تقليبه كده. بعد كده معانا بقى البطاطس جميله جدا. احنا مقطعين، جايبين بطاطس مقطعينها مكعبات. بعد كده حمرتها في الزيت. قبل ما احمرها برش رشه ملح بسيطه كده عليها واقلبها، واحمرها تحمير عادي كاني بحمر بطاطس محمره عادي جدا. بعد ما احمرها بحطها على السجق واقلب بالراحه. برضو احنا مش عايزين بطاطس تتهري. احنا بقى لو كنا حطينا بطاطس نيه كانت اتهرت مننا، كنا لازم نستنى اما البطاطس تستوي. فهنبص نلاقي الخضار اتهرى والسجق اتهرى بقى وحش جدا. يبقى احسن حاجه الطريقه دي سهله جدا وبسيطه، جربيها هتعجبك. هنا حطينا نص كوبايه او ربع كوبايه ميه على حسب انت ما بتحبي الصوص تقيل او خفيف. وظبطنا الملح وكل حاجة. هنبدأ بقى نهدي النار ونغطيه 10 دقايق وهنقفل عليه. هنبدأ نعمل الرز بتاعنا بكل سهولة، سواء زيت أو سمنة اللي يعجبك. دول 3 كوبايات رز مغسولين، رز مصري طبعا، مغسولين ومتصفين كويس جدا. هنقلب كويس جدا لحد ما يتشرب السمنة أو الزيت كويس قوي. بعد كده هنظبط الملح بتاعنا. 3 كوبايات الرز بياخدوا 3 كوبايات مية بالظبط، على قد الرز على قد المية. قلبنا كويس. هنبدأ نحط المية. هنحط بقى حاجتين هما اللي هيخلوا الرز لونه يدينا اللون الابيض الحلو وبيلمع في نفس الوقت. احنا كده حطينا الميه. اول حاجه هنبدا نحطها هي معلقه زيت من فوق الوش بعد ما نقلب خالص. هنجيب معلقه زيت كبيره نحطها. تاني حاجه هيدينا اللون الابيض الحلو سواء حاجتين، لا خل، نقطتين خل، لا نقطتين ليمون. انا هنا عندي ليمون حطيت نقطتين، لو ما عندكيش ليمون هتحطي نقطتين خل. احنا هنا حطينا معلقه الزيت، هنحط بقى لا ليمون لا خل. انا عندي ليمون زي ما احنا شايفين كده، حطيت يا دوبك عصرة ليمون بسيطة جدا. خلاص كده هنغطي من غير ما نقلب ولا حاجة، ده كل ده من فوق الوش. هنغطي النار عالية. اول ما يبتدي الرز يغلي خلاص بيغلي، نروح مهديين عليه النار وسايبينه. بعد ما يتشرب نقلبه تقليبة واحدة ونسيبه يستوي. شايفين الخضار بتاعنا بعد 10 دقايق خلاص كده كله اتشرب من بعضه، الريحة تحفة. كله اتشرب في نفس الوقت سليم. السجق ما اتبهدلش معانا، ما فرولش، الخضار لونه حلو، البطاطس مستويه في نفس الوقت، شاربه من الصوص، طعمها هيبقى احلى كمان من السجق.
زي ما احنا شايفين كده. كده يعتبر جاهز، ممكن تاكلي على كده خلاص، كده تعتبر الاكله جاهزه. بس انا بحب ادخله تحت الشوايه بيدي لون حلو. ودايما لما تيجي تقدمي الاكل في البيت، يعني احنا دايما بنشتكي ان ولادنا بياكلوا في بره اكتر ما بياكلوا في البيت عشان الشكل. اهم حاجه الشكل، بحاجات بسيطه جدا. يعني مثلا شويه بقدونس انا زوقت بيها، زي ما احنا شايفين الرز قلبته في سلطانيه ورحت قلباه تاني في الطبق، ما خدش مني ثواني. زي ما احنا شايفين رشه البقدونس مع ان انا حطيتها في الفرن ادت شكل حلو بيفتح النفس. اهم حاجه في الاكل ان شكله يفتح النفس. زي ما احنا شايفين كل حاجه سليمه، الخضار ما تبهدلش معانا، والسجق سليم زي ما هو. تحفة. جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. زي ما احنا شايفين رز ابيض ومفلفل وجميل. اتمنى الفيديو يكون عجبك، واستنيني فيديوهات تانية ان شاء الله، وبألف هنا.